السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة، وصفة سريعة، وصفة حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض وصفات للحمة حلوة قوي، ودي اول وصفة ان شاء الله هتفيدكم وهتعملوها لانها سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. هنعمل النهاردة اللحمة المشوية على الجريلا. ويفضل نوع اللحمة اللي هتستخدميه في الوصفة بتاعت النهاردة ان يكون نوع لحمة طري وبيستوي بسرعة، زي الانتركوت كده. او مثلا ممكن تروحي للجزار وتقولي له انا عايزه قطعه لحمه هشويها على الجريلا، وتحددي له انك هتشويها على الجريلا، لان الجريلا ما بتاخدش وقت خالص، يا دوبك 3 دقايق على الوش ده و3 دقايق على الوش ده وتكون استوت. فلازم تكون قطعه اللحمه طريه وما بتاخدش سوا عشان ما تشدش معاكي وتبقى طعمها مش حلو. لكن لو قطعه طريه هتاخد يعني هتبقى رزولاته كده من بره او واخده لون، وفي نفس الوقت طريه وجوسي من جوه. طيب احنا هنا معانا اللحمه المشويه هنتبلها بايه؟ معايا 4 فصوص من الثوم وعليهم معلقتين من زيت الزيتون وملح وفلفل وروزمارينو، وفرمتهم خشن علشان انا هسيبها في التتبيله دي ساعه. حطيت على الوش ده وعلى الوش ده وسبتها في التتبيله ساعه، وبعدين هشيل من على الوش كل الثوم والحاجات والروزمارين والحاجات اللي احنا حطيناها. يبقى احنا حطينا ثوم حوالي 4 فصوص من الثوم، معلقتين او 3 من زيت الزيتون، حبه روزمارينو فريش، لو مفيش فريش ممكن تستخدمي روزمارينو اللي هو ساكو ده او اللي هو الناشف يعني، وكمان ملح وفلفل وبس. يبقى روزمارينو، توم، ملح، فلفل، زيت زيتون. شلت من عليها زي ما انت شايفه كده كل التوم والروزمارينو، وعملت لها صدمه. لازم الجريلا تكون سخنه جدا جدا جدا، ونزلت بيها عملت لها صدمه. وهعملها هشويها طبعا على الوشين. الوش الاول ياخد وقته شويه، دقيقتين 3 كده، وبعدين هقلبه على الوش التاني. ما حطيتش زيت زيتون تاني، اكتفيت بزيت الزيتون اللي هي كان في الخلطة بتاعتنا، علشان انا هي كده كده مش بتحتاج دهون كتير. ولو عندك قطعة فحمة كمان تقدري تحطيها، بس هي كده كده نوع اللحمة او نوع التتبيلة النهاردة اللي احنا عملناها اللي هي بالثوم والروزمارينو بتبقى فيها نكهة، فكده كده منكهة يعني جدا. ولكن لو عايزة تحطي قطعة فحمة برضو مفيش مشكلة. الروزمارينو طبعا سابوريتو والثوم سابوريتو، فبيدي طعم حلو قوي قوي قوي. زي ما انتي شايفة اخدت لون جامد، وهعملها على الوش التاني. ما اخدتش معايا وقت خالص. اهم حاجة الجريلا تكون سخنة جدا 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 عشان تعمل لها صدمة. زي ما انتي شايفة تقدمي معاها بقى سلطة طبعا وليمون، عشان عصير الليمون اللحمة المشوية متحلاش غير بالليمون. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. وزي ما انت شايفة جامدة جدا، وصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة، والأهم من كده انها يعني تغيير شوية. وبون ابيتي.